ضيافته النهارده. مين البارون إمبان؟ هو ادوارد جوزيف لويس إمبان، هو بلجيكي الجنسية. اتولد في بلدة بيلوي في بلجيكا. اتولد في سبتمبر سنة 1852 من أسرة متوسطة الحال. بس هو درس الهندسة واشتغل في شركة هندسية، شركة تعدين. قعد فيها 3 سنين لغاية لما بقى كبير مهندسين، بس كان طموحه أكبر كتير من إن هو يبقى كبير مهندسين في شركة تعدين عادية. فقرر إن هو يشتغل في مجال سكك الحديد أو المترو أو القطارات بعد ما خلص بلجيكا بدأ يعمل خطوط سكك حديد في بلدان كتير، في فرنسا وروسيا والصين والكونغو الديمقراطية. سافر الهند وقعد فيها فترة طويلة ومرض هناك، يعني تعب، وكان اتعالج على أيدي الرهبان أو اللي موجودين في معبد أنكور وات هناك في كمبوديا. بعد كده جه مصر وبدأ حب مصر جدا، وقال ان هو عايز يعيش فيها ويدفن فيها، يموت فيها يعني. أول حاجة عملها كان في القصر ولا كان إيه؟ لا، هو مضى العقد سنة 1905 مع الحكومة المصرية. كان هو وصديقه بوغوس نجار باشا ابن رئيس الوزراء وقتها. مضوا العقد وابتدوا أول حاجة عملوها طبعا البنية التحتية وخط الترام علشان يوصلوا المدينة الجديدة بالمدينة القديمة. بعد كده ابتدى يعمل دور العبادة. كان مهتم جدا بان هو يعمل دور عبادة لجميع الأديان. عمل جمال الدين الأفغاني اللي موجود في ميدان الجامع، كذا كنيسة وأهمها كنيسة البازيليك اللي هو مدفون فيها أصلا، معبد الجار اللي موجود في معبد يهودي موجود في القربة. أسس مباني القربة اللي موجودة لحد النهاردة كمباني سكنية. ده قبل ما يعمل قصر؟ قبل ما يعمل القصر، وبعد كده شرع في بناء القصر، حتى عمل قصر لزميله اللي هو بوغوس نجار قبلينا بفيلتين. قصر بوغوس على الطراز الإسلامي، وبعد كده ابتدى يعمل قصر بارون اللي هو قصر. كل ده بس عمل القصر بتاعه بشكل مختلف. انا زي ما قلت لحضرتك ان هو كان عايش في الهند فتره ومرض هناك، فهو كان بيدين بالولاء للثقافه الهنديه بعد ما قعد فتره وعالجوه كده، فقرر ان هو يعمل القصر ده على الطراز الهندي. ولقى التصميم بتاعه في فرنسا سنة 1900 كان عامله مهندس فرنسي اسمه ألكسندر ورسيل. هو القصر مبني على الطراز التلقيطي عموما، هو يبان ان هو هندي علشان كمية التماثيل اللي على الواجهة الهندية، بس لو حضرتك لاحظت هتلاقي البيبان على الطراز الإسلامي، يعني العقود الإسلامية والخرط الميمون الإسلامي. هتلاقي فيه تماثيل بره، تماثيل عصر النهضة. التصميم المعماري للقصر نفسه طراز أوروبي. التماثيل الهندية والآلهة الهندية موجودة، لكن مثلا البرج ده كان بوذي من معبد أنكور وات، مستوحى من معبد أنكور وات، فهو جمع من كذا ثقافة وعمل القصر ده. بس الطراز الغالب طبعا الهندي عشان كمية الآلهة اللي محطوطة على الواجهة الرئيسية للقصر، أو الواجهات الأربعة كمان. جه مع مين بقى؟ كان هو ومين؟ هو كان متزوج، فكان جه هو وزوجته وعنده ولدين جان ولويس. جان مدفون معاه في الكنيسة، ولويس مدفون في بلجيكا. وأخته دول اللي كانوا هنا، اللي هو ومراته واثنين ولاده واخته، الخمسه دول اللي موجودين هنا. وكلهم عايشوا في مصر لحد ما ماتوا، ولا في حد ساب القصر بعد ما هو مات؟ هو عاشوا معاه في القصر. هو التاريخ الحقبه دي بالذات يعني مش موضحه قوي في التاريخ، بس هم عاشوا معاه لغايه ما توفى. وبعد كده القصر قعد فتره او مهجور. هو كام سنه قعد مهجور ملوش صاحب؟ ما هو كده، هو عمر القصر حوالي 110 سنه، فيعتبر قعد مهجور فتره طويله جدا، يعني مثلا حوالي 60 سنه.
موضوع كبير. الناس كاتبه على الحيطان، مش عارفه ليه، يعني إن دي حاجه اثريه وحاجه عظيمه الناس كاتبه بقى للذكرى والجو اللي احنا عارفينه ده، وما اتشالتش. مش عارفه ليه برضه. دي طبعا هم كان واضح ان دي كانت الليفنج او غرفه المعيشه شكلها، لان في الدفايه. مش عارفه، قلقانه امسك حاجه، بس انه يعني الناس كاتبه فانه ما فيش مشكله تحت التراب. طبعا في رموز كمان عجيبه جدا مرسومه على الحيطان، طبعا ده بفضل بعض الاشخاص الغير مسؤولين تماما. يا جماعه انا مش قادره اقول لكم النقوش كمان اللي موجوده قد ايه تفاصيل، يعني يا رب الكاميرا تكون جايبه التفاصيل اللي موجوده في النقوش. السقف كمان، حتى السقف فيه نقوش. شكل الارض دي كانت باركيه خشب، بس طبعا كانت بهدوء عشان احنا في قصر البابا، بهدوء مش مستعجل. لقينا طبعا استاذ عماد. المكان اللي حضرتك واقف فيه ده يقال يعني انه مميز جدا، وخصوصا الحيطه دي. ده ايه؟ هو بصي القصر عامة يعني نسك حواليه كتير جدا 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 من القصص والروايات، بس انا مش عايز يعني افاجئك اقول لك ان هي اغلبها من نسج الخيال او اشاعات، او ما عندناش معلومة علمية مؤكدة، كلها عبارة عن قصص. زي احنا هنا قدام اوضه الطعام، اوضه الطعام دي الاكل اللي كانوا بياكلوا هنا السفره يعني. بالظبط حضرتك، واسمها قاعه المرايات، لان كان مفترض ان في مرايات في جميع الجهات اللي حضرتك شايفاها الفاضيه دي. الفاضيه دي كانت 3 مرايات كبار. 3 مرايات، فتخيلي بقى ساعتك بتاكلي والمرايات حواليك في كل حته طبعا. يعني بتبقى ما هما البارون نفسه الراجل يعني يقال انه غامض، ليه شخصيه غريبه شويه. برضو من الاشاعات الخدامين كان بيموتوا بيدفنهم في البدرون، بعدين احنا شفناه مرات او سرديب البدرون فاضي. تعرفوا هذا البدرون ده بيجهزوا الاكل الشرب. هو ده المفروض انه كان مدخل المطبخ بقى ولا ايه؟ لا هوريكي مدخل المطبخ. لا ما انا معاك، برافو عليك، اوضه الاكل لازم مطبخ. المطبخ يعني اكيد. لا هنا بقى لا مطبخ يعني. ما هو زي انت بتقول ان هو بارون طبعا، كراجل بارون وراجل صاحب هو اللي بنى مصر الجديده. لا المطبخ موجود في الدور اللي تحتينا اللي هو البدرون، بس المدخل بتاعه اوضه بتطلع الاوفيس اللي هي السلالم اللي بحبل، ودي ممتده بالادوار كلها بتطلع الدور فوق. دي قاعة اللي هي ملحقة بأوضة الطعام، اوفيس كده يعني، زي اوفيس. في على ايدك الشمال اللي هو المكان اللي بيطلع فيه الاكل، موجود كتير في القصور. الخشب ده زي الاسانسير كده بالظبط يا فندم، هو بالظبط لو بصيتي له اسانسير وليه احبال وفي ترابيزه بحيث بيتحط الاكل تحت في البدرون، بيدي مثلا جرس او زرار بيطلع. وبرضه اشاعات ان ده البدرون بتاع الاسانسير
قالوا ان مرات البارون ماتت في الاسانسير، احنا ما نعرفش. ناس تانية بتقول لا دي اتحشرت. يعني مرات البارون نزلت هنا؟ مرات البارون اتحشرت في الاسانسير، اتوفت، بنتها شافتها جالها نوع من الصرع او الاكتئاب. بس احنا مش عارفين هما ماتوا ازاي؟ لا، وطبعا الاساطير بقى والحواديت يعني كل اوضه من دول. لحظه واحده، بص على المكان اللي هي. طب اشوف بس الاول ده. واللي هنا حضرتك ده المكان بتاع يتفتح كده، ده حضرتك بيتحط الاكل هنا، في احبال بتنزل على المطبخ تحت وعلى الصاله. يقول لك بقى ما اعرفش مين اللي يولع في الاذان، مين مش عارف في اوضه الفحم. لا ده النار طلعت مره واحده وانطفت، اشاعات كلها. لا النار تطفي وتولع في المطبخ يعني ممكن تحصل هنا. بالظبط. انت قصدك بعد ما مشوا يعني؟ يعني بعد ما يعني لا مش عادي طبعا. بالظبط. طب عايز اسالك سؤال يا استاذ عماد، بما اننا يعني بنتجول، بالنسبه للكتابات الكتير الموجوده على الحيطان، يعني انت بعد ما وزاره الاثار استلمتها ما حاولتش ان هي تعمل حاجه في الموضوع؟ لا، ما هو بصي، هو احنا لغايه دلوقتي ما عملناش اي حاجه في القصر، لانه بعد ما وزاره الاثار قدرت بس ان هي تحافظ على جسم القصر والمبنى والجنينه بتاعته. زي ما بقول لحضرتك ان احنا القصر ادرك فيه مشروع ترميم معماري متكامل. حاليا بتعد الدراسات لسه يعني ما حدش لا، حاول يعمل حاجه لحد دلوقتي. يقترح مشروع ترميم معماري متكامل. يا ريت والله، لان دي حاجه لا اكيد، لان المكتب الاستشاري فعلا شغال، هينتهي كمان شهرين. في ايه فوق؟ ما تقلقيش، ما تخافيش بس. كان في مجموعه شرح كبيره، ده تابلو برضه، وكان في جزء موجود بقايا منه. ما تعرفش كان تابلوه لايه؟ لا للاسف جميع التحف اللي كانت موجوده هنا نقلت، وكلها برضو اقاويل، لان كان في فازات مثلا انواع معينه من الكريستال غالي جدا. بعض المقتنيات دي كلها ما كانتش موجوده لما استلمتوا القصر. للاسف احنا استلمنا القصر مهجور، مش عايز اقول لحضرتك ما فيهوش ابواب وشبابيك كمان. بقايا الخشب اللي موجود اللي هو لحد دلوقتي يا فندم هو ما فيهوش برضه، يعني هو واضح انتوا كما استلمتوه كما هو زي ما حضرتك بتقول لحد ما يتم يعني ترميمه. احنا رايحين فين يا استاذ عماد؟ هنطلع الدور الاول اللي هي غرف الاقامه والنوم والمعيشه. ايه ده، يعني هم كانوا بيطلعوا من هنا من السفره، بيجوا من السفره يطلعوا يخشوا اوضه النوم وكده؟ بالظبط. وفي سلم بينزل على الباترون برضه، يعني السلم ده هو سلم واحد ممتد نزل الطابق الارضي، وبجاي من المدخل الرئيسي اوضه الطعام على السلم الرئيسي. لا اتفضل يا استاذ عماد. أوضة يعني برحة كده وجميلة، سقف عظيم ومفيهاش أي مشاكل. برضو الدفاية، واضح إن مصر كانت برد زمان، أو هو مش مصر برد زمان، هي ده الستايل الأوروبي، يعني هو طول الوقت لازم يكون البيت ده فيه، البيوت كلها فيها، ده بجد ده مدخنة وكده، يعني مش منظر. الناس دلوقتي بتعمل الدفايات دي منظر، لكن لا، الراجل ده كان مش منظر ولا حاجة. بصوا حتى الدفاية عليها رسومات من جوه. بلكونة باصة بقى على مصر الجديدة كلها، كل مصر الجديدة. تعالوا نبص كده على المنظر من هنا، زي ما انتم شايفين المنظر تحفة يعني. من هنا شكلها أوضة نوم رئيسية أو حاجة. مصر الجديدة كلها باينة من هنا، وهنا باين بقى النقوش اللي هي بتاعة القصر نفسه. بنشوف استاذ عماد راح فين. القصر فيه تفاصيل جميله، تفاصيل غريبه. مش عارفه انتوا شايفين معايا ولا لا الحصان، مش عارفه ده ايه بصراحه. ما هذا اللون الاحمر، تحس انها مطرت هنا مثلا، بجد ده الاحساس اللي جاي لنا، مطرت هنا.
طيب شكرا جدا. فتح لوحده بس هوا يا جماعه بجد هوا. شوف بقى استاذ عماد راح فين. استاذ عماد اهو. انت عايزه تقولي ايه؟ يا استاذ عماد. لا والله دي كلها بصي اقاويل. لا والله. عينينا شايفين يا شايفين بيقولوا غط الدم. وانا مش عايز اقول لك ان كان في ناس بتقول ان في كف ايدين موجود وان في طقوس ماسونيه كانت بتمارس وان مش عارفه الصليب المعكوس. ما دي بقى بتاعت الموضوع عبدة الشياطين اللي قعدوا هنا. هم دول قعدوا يعني عاش حياتهم هنا يعني ان هو ده مكانهم خلاص. بصي ما المشكله ان المكان كان يعني قبل ما ينضم لوزاره الاثار راجل غفير عجوز مقيم وما كانش فيه السور الحديد الخارجي اللي موجود بره. ده كان عباره عن اسلاك بس. فكانوا بيجوا بقى مثلا على طول بيجوا يقعدوا عجبهم الدنيا اقاموا زي ما بتقولي فعلا اقاموا اقامه كامله يعني عاشوا حياه. طب ده ايه بقى يعني حقيقي ده انا شايفاه يعني انا ما بحبش ان انا اعتقد في حاجات مش موجوده بس انا شايفها بعيني انه حقيقي شبه اهو يا استاذ عماد يعني ده دم. والله وليه ما تقوليش خفافيش؟ احنا عضوية. خفافيش؟ يعني عضويه ما اقدرش احدد ايه ده. انت كده طمنتني لما قلت. انا كده اطمنت يعني انه خفافيش ايه يعني ده خبطت في الحيطه ماتت؟ مثلا وطويت على سن القصر كان مهجور وفعلا كان في كميه خفاش كبيره جدا. المكان كان ضلمه بيبقى بالليل ضلمه جدا قبل ما احنا ننوره. وزي ما قلت لكم ان القصر لغايه دلوقتي احنا لسه ما لمسناهوش كله تحت بند التوثيق والدراسه. حتى الكتابات اللي موجوده وبعض الاسماء الغريبه. طب اشمعنى الاوضه دي بالتحديد اللي فيها اثار دماء رغم ان ممكن لو الخفافيش والوطاويط موجوده في القصر كله؟ انا مع حضرتك لكن برضو ما عنديش يعني عارفه رد مثلا علمي مقنع. مش هكدب عليك يعني انا هل كان اوضه الشبابيك مفتوحه الباقيين مقفولين مش عارف لكن زي ما بقول لك ان فعلا كان في كميه خفافيش كبيره جدا في القصر. هل ممكن بتهيألي لحد دلوقتي ان ممكن خفافيش لان هو لا زال الى حد كبير مهجور؟ لا بس بقى في حركه وفي حياه وفي اضاءه بره مفيش اضاءه جوه بالليل؟ الاضاءه في البلكونات بس هي بتدي اضاءه للقصر من جوه بتنعكس الاضاءه الداخليه يعني لان الاضاءه القصر بالكامل بحيث الديزاين الخارجي بتاع القصر والشرفات والسلالم والمدخل بتاعه. هي الدور ده اوض نوم الاسره؟ هو الدور ده كان معمول عباره عن 4 اوض كل اوضه فيها حمام خاص باقامه الافراد والناس الموجودين في القصر. اما الخدم اللي هم المسؤولين عن القصر فكان في منطقه الاسطبلات اللي هي المكان اللي موجود في الجنينه. طيب هي دي هنا اوضه نوم كل اوضه بحمامها؟ كل اوضه ملحق بيها حمام. هم 4 غرف؟ 4 اوض بالظبط. هي اوضه بتاعته فين؟ لا برضو تحديدا مش عارف انهي لان احنا ما لقيناش اساس هنا. يعني هم بيقولوا ان في 2 ولاده في حد بيقول لي بنت في بعض مصادر بتنفي انه ملوش بنت خالص. في بيقولوا لا لقيه 2 صبيان جان وكلود. يعني ما زال برضو البحث العلمي عن الراجل والسيره الذاتيه بتاعته قليله شويه. يا استاذ عماد الباب ده يعني يا فندم ده الهوا مش الهوا برضو. طب يا حاجه بصي في مره بواب هنا. طب ما الهوا شغال بس وقف. قال لي يا بيه انا طول الليل بنسمع القصر ده بيرزع ويهربد ويقفل ويفتح. مره قالوا ان في اوضه النار ولعت كلها في الاوضه ما عرفوش مصدر النار ايه واتصلوا بالمطافي والمطافي جت. بجد اتصلوا بالمطافي فعلا؟ وبرضو بعض الناس اللي موجودين حوالين القصر وما كانش فيه اي حاجه خالص. زي برضو ناس بتقول لا القصر بيلف ولما بنته ماتت حزنا عليها البرج بطل يلف. الناس دي ما هو حضرتك يعني ممكن تكون مش عايش هنا بقى فالناس اللي عايشه حوالينا دي اللي هو الناس اللي حوالين القصر هل بيقولوا حاجات لان دول ممكن انا اصدقهم لان هم اللي عايشين يعني هل دي قصص الناس دي بتقولها ولا مين الناس اللي بيقولوا الكلام ما هي دي قصص الروايات اللي موجودين. بس انا عايز اؤكد لك على حاجه مثلا ان احنا هنا عندنا امن دلوقتي 24 ساعه موجود مقيم في القصر. ما فيش حاجه يعني ما بلغونيش باي حاجه. طب انا اخيرا لقيت جزء من المرايه موجوده الحمد لله يعني بقايا قليله جدا. ده الازاز بلجيكي فعلا بتاع المرايه ودي الدفايه اللي موجوده تحتيها. وبرضه الاشاعات يعني يقول لك لا احنا لقينا دم لقينا مش عارف ايه طالع.
في دم على المرايه يا استاذ عماد؟ برضو مش قادر اقول لك ان ده دم ولا لا، يعني لازم نحلله عضويا عشان اقدر اعرف. لا حتى لو حطيتي ايدك عليه يعني، وده هنشوفه برضو. يعني في اعمال الدراسات اللي هي تمت في القصر، في الجماعه بتوع الترميم الدقيق هم ادرى مني، يقدروا يحددوا لنا يعني ده حاجه عضويه انا ولا بقول لا. لحضرتك على حاجه بس عشان احنا برضو يعني احنا لا نعتقد في الحاجات دي، لكن الناس اللي جت قعدت هنا فتره دي على فكره وارد يكونوا بهدلوا الدنيا، يعني مش لازم يكون ده اثار البراء واهله او عيلته او اسرته، ده ممكن تبقى اثار الناس اللي جت اللي هم بتوع الشيطان دول اللي هم جم قعدوا فتره يعني عايشين حياتهم، فممكن يكون دي احد طقوسهم ان هم يطرطشوا دم في كل حته مثلا. والله كل الاحتمالات وارده، لان لا بس انت بتتكلمي على 100 سنه مثلا. زي ما انت شايفه برضه القصر كميه التماثيل والزخارف كل واحد غير التاني، وبعدين بنى بالاسمنت المسلح مع مطالب عناصر انشائيه، تدعيم، ترميم دقيق، التماثيل كل واحد ليه شكل مختلف عن التاني. فاعمال التوصيف خدت وقت كبير جدا بصراحه منهم ومجهود، مع الرفع المساحي والتوتال ستيشن. وبرضه زي ما حضرتك بتقولي البرج بيلف ما بيلفش، بنجزم هم بيقطعوا الشكل باليقين. في تروس موجوده، ما فيش الاوضه اللي تحت جسم البرج، ما عشان البرج لازم يلف. طب البرج بيلف على ايه؟ اكيد في حاجه تحت. فهم يعني برضه دي اكدت لنا ان ما شافوش اي حاجه، زي موضوع الممرات. يعني كل الناس تقول لا ده في الغرفه الورديه في بعض الكتب. في هنا الغرفه الورديه؟ الغرفه الورديه دي انا عن نفسي ما شفتهاش. طب في ايه هنا جوه الغرفه الكبيره قوي؟ لا، ما الاوضه الكبيره دي بنسميها اوضه توزيع، اللي هي بتتوزع منها الغرف الليفنج الصغير او المعيشه. الليفنج روم الكبير بالظبط. تعالى نشوفها كده. استاذ عماد احنا هنا بقى في الروف صح؟ احنا كده اهلا بيكي في السطح. طلعنا الروف المكان ده اللي هم كانوا بيعملوا فيه الحفلات. البارون إنبان كان بيستضيف بعض اصحابه، نبار باغوث باشا، الجماعه الاجانب زمايلهم، وكانوا بيعملوا هنا الحفلات بتاعتهم. وزي ما شفتي الاسانسير اخر دور هنا في السطح. في بالمناسبه غرفه الموسيقى او كشك الموسيقى دوت معمول على يعني برضو طراز قديم اسمه الطراز القوطي، في يمين وشمال بنسميه النصب او مسرح تذكاري، الاماكن اللي هي بتاعت القعاد.
وجوه في حاجه جميله قوي اللي هي برضو صدى الصوت. وكان الناس احيانا بتفتكر ان في عفاريت او في اشباح. انت لو دخلت جوه وقلت اي صوت، الصدى نفسه بيكون عالي جدا. تخيلي بقى لو بالليل، يعني كان في بعض الصبية قبل ما تسلم للاسرار بيدخلوا ويطلعوا ويزعقوا، فالناس تفتكر ان زي ما يكون مكبر او ميكروفون. طب فين الميكروفون اللي جوه القصر؟ يبقى القصر مسكون. دي برضه من ضمن الحاجات. وانا بقول لك الحاجه بقى العلميه اللي انا متاكد منها ان لا، ده صدى صوت. ان ده بالظبط كده، ان ده صدى الصوت. دي بقى غرفة الموسيقى اللي المفروض فيها صدى الصوت، عشان هما زمان ما كانش فيه المايكات والحاجات اللي بتعلي الصوت وكده، فهم عملوها بشكل معين بحيث ان يقعد جوه هم الناس اللي بيلعبوا على الآلات وبيلعبوا موسيقى وقت الحفلات وتعمل صدى صوت. وزمان كان الناس بتتخض لان كان في بقى ناس بتدخل وتقعد تتكلم وتقول كلام عالي، وطبعا ده بيخض الناس اللي حوالينا، فبيبقى اكن في حاجه في القصر بس مفيش حاجه، ده صدى صوت. تعالوا بقى نتكلم. طبعا واضح الصدى الصوت. ممكن نقول مثلا هاشتاج برنامج هاشتاج. ايه رايكم؟ طبعا اصلا كلام واضح ان هو مش عارفه اصلا هيبان ولا لا، بس هذا صوت رهيب. وواضح ان هي طبعا الفتحه دي عامله شغل يعني، وهم كانوا بيقفلوا في باب هنا بيتقفل، فكان الصدى بيبقى اعلى كمان من كده، يعني كله بيخرج من الفتحه دي كأن طالع من سماعه قويه جدا. ده بقى التصميم اللي بجد. هم هنا كانوا بيعملوا الحفلات بتاعتهم بقى. وكان بيتم يعني ممكن برضو الحفلات الشواء، الاستقبال. طبعا راجل هو ده البرج يا استاذ عماد؟ ده بقى بنهايه القمه العلويه بتاعه البرج حضرتك. انت زي ما انت شايفه كده صمم البرج على الطراز الكمبودي. معبد اسمه انكورام. المعبد ده اوريدي موجود. هو عمل الديزاين بالظبط نفس البرج ده موجود. الثاني 4 ابراج كبيره. استاذ عماد، احنا بنسمع ان بنسمع الله اعلم يعني انه في ممر تحت ما بين القصر وما بين مكان تاني. والله هو بصي برضو الكنيسه تقريبا. انا زي حضرتك بسمع يعني، لكن علميا انا ما شفتش. احنا مره عملنا جسات في نص الجنينه وطلع بياره صرف صحي، لكن هو يقال ان تكلت ستريت امشي على طول كده الاتجاه دوت ممر واصل لكنيسه البازيليكا اللي هي نوتردام، لان البارون إبان اوصى ان هو يدفن في مصر. هو مدفون فيها وفعلا هو مات واتدفن في، يعني اتدفن هناك. بعض الناس بتقول ان التربه او المكان اللي هو مدفون فيه في درج سلم وفي باب وفي درجتين وينزل منهم ورخام يفتح على مساحه بتعدي الشارع صلاح سالم توصل هنا، لكن احنا ما شفناش. ما شفتش ده؟ لا خالص. لكن يقال ممر واصل لقصر هليوبلس. ده تحت في البدروم؟ لا تحت الارض، تحت البدروم. الكلام ده تحت الارض، احنا ما شفناش الكلام ده. طيب عندك اي اقوال اخرى او اسرار اخرى في قصر البارون؟ لا والله ننتظر ان قصر البارون يبوح لينا ببعض اسراره اثناء اعمال الترميم المعماري باذن الله.